صحيت من النوم في الغربة نفسي اكل المبكبكة بتاعتي، ولمعلوماتكم انا اشطر واحدة ممكن تعمل مبكبكة، بعملها كده سبايسي وحرشة وخطيرة. قلت افكركم بطريقتها واعرفكم ازاي تطلع معاكم مفلفلة مستوية كويس وخطيرة. اول حاجة الخضار اللي بحطها فيه عبارة عن بصل وثوم وفلفل حامي احمر واخضر، وطبعا تقدروا تحطوا فلفل رومي براحتكم، بس نصيحة من مايو يعني الفلفل الحامي في المبكبكة بيوديها في حتة تانية خالص. غسلت الخضار بتاعي كويس، وطبعا انتوا عارفين السر لاي اكلة تكون خطيرة النظافة. وبعدين بقى جبت الكاتنج بورد بتاعتي وبمزاج كده بقى قطعت الخضار بتاعي. انا هعمل كيسين مكرونة فاحتجت بصلتين، يعني بكل كيس مكرونة هنحتاج بصلاية واحدة بس. هضربها في الكبة، وطبعا لو تقدروا تقطعوها على ايديكم بتبقى احلى بكتير، اهم حاجة تكون قطع صغيرة قوي. كمان بقى هقطع الفلفل الحامي، لو هتحطوا فلفل رومي حطوا 4، 2 احمر و2 اخضر، لو حامي حطوا 3 احمر و3 اخضر. وبعدين هحتاج 10 من الطماطم، هضربهم في الكبة مش في الخلاط. طيب ليه؟ عشان الخلاط بيفرموا فرم ناعم قوي يبقى شبه العصير، لا انا عايزاها في الكبة يبقى فيها قطع صغننه قوي كده، لان ده هيعمل لي صوص قوامه اتقل كده وطعمه اخطر بكتير. بعدين بقى جبت الحله اللي هعمل فيها المبكبكه. مهم جدا 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 يا جماعه الحله بتاعتي تكون كبيره عشان تدي مساحه للمكرونه تستوي وما تكونش معجنه. ونزلت بمعلقتين كبار من زيت الزيتون بتدي للمبكبكه طعم خطير. بعدين نزلت بالبصل والفلفل الحامي وقعدت اقلب فيهم لحد ما يتبالوا خالص. ولو عايزين تحطوا قطعه زبده حطوا، بس انا بالنسبه لي زيت الزيتون بيكون بيرفكت في الوصفه دي. نزلت بعدها بالطماطم، وبعدين بقى هقلبهم كلهم مع بعض كويس. وبعدين بقى هنزل البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود ومرقه اختياري. مش عايزه اقول لكم بجد الريحه خطيره خطيره ازاي. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وعشان بقى تاخد لون احلى وطعم مسكر كده نزلت بمعلقتين كبار من الصلصه. زي ما قلت لكم انا عامله كيسين مكرونه، لو عاملين كيس واحد بس يبقى تحطوا معلقه واحده بس من الصلصه. هقلبهم كلهم مع بعض، وبعدين بقى هغطي واسيبها على نار هاديه تتسبك شويه. وده بقى بالنسبه لي اللون البيرفكت لصلصه المبكبكه، بس حسيت ان هو تقيل شويه فزودته شويه ميه مغليه. وبعد ما عدى ربع ساعه رحت فاتحه على الحله ومنزله المكرونه بتاعتي من غير ما تتسلق خالص. مهم جدا ان المكرونه الصوص يكون مغطيها، لو حسيتوا ان الصوص مش مغطيها زودوا ميه مغليه، ولازم تكون ميه مغليه مش ميه بارده. هديهم بقى تقليبه كده مع بعض كويس. واهم سر بقى من نجاح المبكبكه ان انتوا تقلبوا كتير، لو سبتوها ممكن تعجن منكم، ممكن تشيط منكم. يعني اول مرحله بتاكد ان الصوص مغطي لي المبكبكه، وبعدين تاني خطوه ان انا بغطي واسيبها تستوي، بس اهم حاجه بتابعها في التقليب. وبس كده كل 5 دقايق تقريبا بفتح عليها الغطا واديها تقليبه واقفل تاني لحد ما اتاكد انها استوت خالص. وخدوا بالكم النار لازم تكون بتاعتكم متوسطه او هاديه، يعني ما تكونش عاليه قوي عشان ما تتحرقش منكم ونسيت. وبس كده خلصت معانا المبكبكه، خطيره سبايسي حرشه طعمها وهمي، اقتصاديه وسهله ومش هتاخد وقت معاكم خالص. وجماعه بجد هتستمتعوا بيها استمتاع غير عادي. اهم حاجه يا جماعه تنزل من الحله على بقكم على طول، دي ما ينفعش تبرد خالص، لازم تتاكل سخنه جدا، لانها لو بردت بتكون مجلده كده وغلسه، وحتى لو اتسخنت ما بتبقاش برونقها كده اول ما بتنزل من الحله على بقكم على طول. يلا ادخلوا اعملوها دلوقتي واستمتعوا بيها، واستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، وابعتولي كمان الصور. باي باي.